كلب واحد مستعد يجري وسط الجليد عشان ينقذ مدينة كاملة في أقصى شتاء ممكن تتخيله. مدينة كاملة بتموت ببطء، الدواء بعيد والعاصفة قافلة كل طريق. ساعتها الأمل الأخير ما كانش طيارة ولا جيش، وده اللي حصل مع ليونارد. بيكون ماشي بزلاجة الكلاب وسط الجليد، الكلاب بتجري بأقصى سرعتها والقائد بتاعهم هو الكلب توجو. وبيكون ليونارد بيوجه توجو اللي بيسمع كلامه وبيشوفوا قطيع غزلان وبيقول لهم يركزوا في طريقهم وما يجروش وراهم. وفعلا بيكملوا طريقهم، وبيبص ليونارد وبيبان ان في عاصفة هتحصل، وبيشجعهم ليونارد وبيقول لهم انه هيكافئهم كلهم. وبيفرحوا الكلاب بيكملوا طريقهم. نومي ألاسكا 1925 بيوصلوا للمدينة وبتكون فاضية وفي تحذير من وباء، وبيكون في واحد مستنيه وبيقول له ان مرض الديفتيريا انتشر. وبيسأله من امتى؟ من اسبوع. بيسأله ليونارد عن مراته وبيقول له انها بخير وان اكتر المصابين اطفال، مات 5 منهم وفي 20 مصابين هنا في المدينة. بيقول له انهم لقوا مصل في فريبانكس ومش عارفين ازاي هيجيبوا من هناك للمدينة، وبيقول له ان كلهم متجمعين وعاوزينه معاهم. وبيروح وبيكونوا بيتكلموا عن الوباء وعن الدواء وان من غيره المصابين هيموتوا. وبيقول لهم انهم لقوا الدواء في فريبانكس وانه ممكن يجي لهم عن طريق القطر او الطيارات. وبيتناقشوا ان في عاصفة جاية، وبيسألوا ليونارد عن مدى سوء العاصفة. بيرد انها هتكون اصعب واحدة وعمرهم ما هينسوها. بيكمل كلامه انهم شافوا غزلان وهم جايين، وتوجو اتجاهلهم وكمل جري، وده اللي خلاه يقول ان العاصفة هتكون صعبة. وبيسأله هياخد وقت قد ايه لو راح في العاصفة دي. مش وقت قد ايه، ده لو رحت اصلا. وبيحاولوا يقنعوه عشان يروح لكنه بيسيبهم ويمشي. وبيكون شكل السما فظيع ومش مبشر. وبيخرج الدكتور وبيقول له يوصله للمستشفى، وبيوصله وبيتمنى له حظ سعيد. بيتكلم معاه وبيكون فاقد الامل وبيسيبه وبيمشي. وبيروح ليونارد يبص على المرضى بالليل. ليونارد في البيت والكلاب بتلعب سوا، وبتيجي مراته وبتتكلم معاه وبتسأله لو هيمشي تاني. انا لسه واصل وشكلك عاوزاني امشي بسرعة. ممكن. وعلى كده بقى عندك سبب مقنع يخليني امشي؟ عندي احبة كتير قوي، ما عنديش حد الومه غير نفسي. كل الناس حذرتني اتجوز واحدة حلوة. يا سلام، ومين بقى اللي حذرك؟ كل اللي شافه. على كده بقى هتمشي؟ والله انا مش عاوز امشي. امال ليه بتلمع الزلاجة؟ عشان هي محتاجة انها تتلمع. وبيكونوا في السرير وبتسأله لو هيقدر يروح في الجو ده، وبتقوله ليه ما يختاروش حد غيره، وبتقوله ان في غيره كتير بس هم دايما بيلجأوا ليه هو. وبيتكلم معاها انه راح للمستشفى وان اغلب الاطفال هو يعرفهم. وبيقول لها على سالي اللي دايما بتلعب مع الكلاب بتاعته، وبترد انها بتلعب مع كل الكلاب مش الكلاب بتاعته بس. وبتكون خايفة عليه، بتقوله ما ياخدش توجو وانه كبير على الرحلة دي. وبيقول لها يروحوا يناموا. بتكمل كلامها انه كده هيكون واخده لموته، وانه هيندم لو حصل له حاجة، وانها بتحبه وقلبها وجعها ان دي اخر ساعات هتقضيها معاه. فبيقول لها انه لو راح من غيره هتكون دي اخر ساعات ليها معاه هو، وانه لسه ما قررش هيروح ولا لا. وبيخبط الباب وبيقوم يشوف. بيكون جورج اللي بيقول له انه اتكلم مع فريبانكس وانهم مش هيبعتوا اي طيارات عشان الجو. وبيقعد ليونارد مع توجو وبيتكلم معاه، وبتخرج مراته تودعه وبيوعدها انه هيرجع بسرعة. وبتودع توجو وبتدخل البيت وبتعيط. الصبح ليونارد ماشي في المدينة وبتكون الناس واقفة وبتشكره. بيجري توجو في الجليد وبتشد العاصفة وبيدخل جواها. قبل 12 سنة بنشوف ليونارد داخل بيته، وبتكون مراته قاعدة بتهتم بتوجو اللي بيكون بيتألم، وبيتكلموا عنه ما بيكونش عنده أي أمل فيه. وبيقول لها إن ألاسكا قاسية على الضعفاء وبتطلب منه يديله فرصة، وبيكون شايف إنه مش هيضيف حاجة للقطيع. والصبح بيكون بيشتغل وبيجي كلب وبينكشه. وبيتكلم مع مراته عنه قد إيه هو شقي، وبيقول لها إنه مختل عقليا وغبي وعقله صغير. خلاص يا عم انت بتعايره. وبتقول له انه سريع وانه لازم يديله فرصة. وبيقول لها انه مش كلب زلاجة، وبتقول له انه لازم يجرب الاول وبعدين يحكم. بيقول لها ان في حد طالب منه جاره وانه هيديهوله، وبتتضايق منه. وبيتكلم معاها وبيشيله ويديه للراجل، وبيكون حزين وبتتضايق مراته. وفي يوم بيرجع الكلب تاني وبتفرح مراته وبتنزل تشوفه. وبنرجع للعاصفة وبيكون ليونارد بيتسلق الجبل وبيكملوا جري، وبيكون مش شايف من الهوا والشبورة، وبيكونوا هيقعوا من فوق الجبل. وبيحاول الكلب وليونارد بكل الطرق انهم يوقفوا الزلاجة، وبيقع ليونارد وبينجح انه يوقفها. وبيقول لتوجو يطلع لفوق وبيسمع الكلام، وبينجح انه يطلع بس بيكون اتعور. وبيروح الاستراحة والراجل والست اللي فيها بيساعدوه. هو وتوجو بيتكلم مع الراجل. الصبح بيتكلم ليونارد مع توجو وهو جاره صغير، وبيسد كل الحفر اللي عملها وبيبتدي يدربه. وبيجرب الزلاجة بالكلاب، وبيحاول توجو يخرج وبيحفر في الأرض وبيتعلم منه باقي الجراوي، وبيحاولوا يقلدوه لحد ما بيفقدوا الأمل وبيناموا. لكنه بيكمل لحد ما بيخرج وبيروح وراهم وبيوصل لهم وبيوقفهم، وبيشوف غزلان وبيجري وراهم، وبيروح باقي الكلاب وراه. وبيحاول ليوناردو يوقفهم وبيفشل،
وبيقع في المية، وبيخرج يلاقي توجو وبيروح البيت وبيعمل قفل للورشة بتاعته، وبتيجي مراته تتكلم معاه وبيشتكي لها منه وانه بيعطله، وبتكون شايفة حاجة هو مش شايفها، وبياخده يحبسه في الورشة عشان ما يعرفش يخرج، وبيحاول انه يخرج ومش بيعرف لحد ما بيشوف فتحة صغيرة وبيفكر هيطلع عندها ازاي، لحد ما بيلاقي طريقة، بس وهو بيطلع بيكسر في الورشة، وبنكتشف انه كلب ذكي جدا وبيخرج من الورشة، وبتكون مرات ليونارد متفاجئة ومبسوطة وبتتمنى له حظ سعيد، وبيروح وراهم وبيزعق له ليونارد، وبنرجع للعاصفة. ليونارد بيجهز حاجته عشان يكمل طريقه، بيتكلم مع الراجل وبيقول له يسلم على اوكي، بيرد ليونارد انه مش رايح له، فبيستغرب وبيسأله لو هيعدي من على بحيرة الجليد، بيقول له ان ده هيوفر معاه يوم، فبيحذره وبيقول له ان ده هيكلفه حياته، بيرد عليه انه هيقدر يعمل ده، وبيقول له يعمل ايه في غيابه، وبيسلم عليه وبيمشي. وبنروح للمستشفى وبنشوف الاطفال وهم بيعانوا، وبيكون الدكتور حزين عليهم قوي، وبيقف ليونارد على البحيره وبيجهز نفسه وبينطلق مع توجو. وفجاه لو وصلت لحد هنا قول لنا رايك في الكومنتس، وجهز نفسك عشان اللي جاي اون فاير. بيبتدي الجليد انه يتكسر حواليهم، وبيكمل توجو وبيتكلم معاهم ليونارد وبيشجعهم، وبيكون المنظر فظيع، وبيجروا باقصى سرعه. وبنرجع للمدينه والعمده بيكتب رساله لباريس عشان يعرف الناس اللي بيحصل، والاخبار بتوصل لباريس وكل البلد بتتكلم عن الابطال اللي ضحوا بكل حاجه عشان يساعدوا الاطفال. ليونارد بيكمل طريقه في التلج وبيوصل عند استراحه تانية، والراجل اللي فيها بيتكلم معاه وبيسأله عن وجهته، وبيتكلموا عن توجو، وبيفتكر ليونارد لما كان بيحاول يتخلص من توجو، بيتكلم مع مراته عن ماضيه واللي خلاه يجي ألاسكا، بيكمل كلامه عن نظرته لتوجو، وبيسيبه عند واحدة وبيمشي تكون مراته حزينة عليه، وبيحاول توجو يهرب لكنه مش بيعرف، وبتزعق في الست بس على مين، بيشوف شباك وبيكسره وينط منه. ليونارد بيدرب كلابه وبيوقفهم وبيبص على الجبل، بيلاقي توجو واقف، بيتصدم وبيحاول يمسكه وبيلاقيه متعور، وبيحاول يربطه بس مش بيعرف، وبيروح يقف في أول القطيع، بس ليونارد مش بيرضى وبيرجعه في آخر صف. بيبدأ أول رحلة ليه مع القطيع وبيكون سريع، فبيعيد ترتيبهم وبيحطه قدام، وبينبهر بيه ليونارد، وبيرجع البيت وبتتفاجئ مراته إنه هو قائد القطيع، وبتفرح إنه رجع وبيكون قائد بارع، وبيتكلم مع مراته عنه وقد إيه هو كلب رائع، وبيسميه توجو. بينادي ليونارد على مراته، وبيكون توجو قاعد على الباب وبيطلب منها تندهه يدخل الأوضة، وبتعمل كده ومش بيدخل، وبيكون دربه على انه ما يدخلش الأوضة، بيضحك معاه وبيكافئه. وبنروح لمكتب العمدة اللي بيكون بيتخانق، وبتيجي مرات ليونارد بيتكلموا عن خطة جديدة لنقل الدواء، وانهم هيعززوه بزلكتين. بترد عليه ان جوزها ما يعرفش بالكلام ده، وانه عدى المكان ده من بدري، وانه استحالة يقابل الزلاج الجديد في الاستراحة، وبيفقدوا الامل وبتسيبهم وتمشي. بنشوف الزلاج الجديد وهو ماشي باتجاه المدينة، وبيعدي ليونارد من وراه وبيشوفه هنري، وبيجري وراه وبيحاول ينادي عليه بس بيفشل، بس توجو بيكون سمعه وبيرجع له ليونارد، وبيرجعوا للاستراحة وبيشرح له الخطة كلها، وبيتكلم معاه وبيقول له انه هو اقوى واحد فيهم، وبيقول له يسيب توجو وهو يعتني بيه، فبيتعصب عليه وبيقول له انه القائد وانه يهتم بنفسه، وبيسيبه هنري وبيقوم، فبيعتذر له انه يتكلم معاه كده. وفي المستشفى بيقرا الدكتور لبنوته قصة قبل النوم، بياخد ليونارد المصل وبيكمل طريقه، وبيرجع يعدوا من على البحيرة المتجمدة، وبيقف عشان يستجمع شجاعته، وبينطلقوا وبتكون اصلا متكسرة من قبل كده، بس الوضع بيسوء اكتر، وبيفضل يشجع فيهم وبيطلب من توجو يتماسك. قبل 10 سنين بيكونوا في سباق على الجليد، والمدينة بتحتفل والناس بتراهن على الزلاجات، وبيتناقشوا على مين اللي هيكسب، وبيشجعهم ليونارد وبيعدوا احسن فريق في العالم، وبيوصل ليونارد وبيفوز بالسباق، وبيسقفوا له الناس، وبيفرح بتوجو وبتفخر بيه مراته. وفي البيت بيعلق الميدالية اللي فاز بيها، وبيتكلم مع مراته عن الانجاز اللي عمله، وبيشكر في توجو وفي مراته. وبنرجع للعاصفة وبيكون توجو واقف عشان البحيرة اتكسرت وقدامه مية، وبيبص ليونارد في البوصلة وبيغير طريقه، بس الوضع بيسوء اكتر، والبحيرة كلها بتتكسر والجليد بيميل وبيكونوا هيقعوا، وبيطلب منهم يجروا بأقصى سرعة، وبتتكسر البحيرة أكتر وبتعلق الزلاجة، وبينجح توجو إنه ينقذهم، وفي آخر لحظة ما بيعرفش يعدي وبينزل من على الزلاجة، وبيشيل توجو وبيربط في حبل وبيحدفه على الجليد، وبيشدهم توجو بس بيقع ليونارد وبينط وبينجح إنه يوصل على الأرض، وبيوصل لأول استراحة. وبتعيط الست على توجو وبيسألها بتعيطي ليه، وبترد عليه إن الكلب بيموت ومش بيفهمها، وبيكذب جوزها إن البصل هو اللي بيخليها تدمع، فبيربطوا في أول القطيع وبيكملوا الطريق وبيتسلق الجبل. وفي طريقهم بتزيد الرياح، ما بيكونش شايف، وبيعتذر لتوجو وبيقول له انه مش هيقدر يساعده، وانهم لازم يوصلوا للاستراحة الجاية، وبيقول له انه عارف انه هيقدر، وبيكون الطريق صعب وفيه شبورة جامدة، والتلج بيغطي ليونارد اللي بيسند على الزلاجة من كتر الهواء، وبيغمى عليه وبيصحى بالليل، وبيكون الكلاب نايمين، وبيروح يطمن على توجو
وبيتكلم معاه انهم لازم يكملوا اللي هيموتوا. وهو بيكلمه بيجي جو من وراه وبنكتشف انه وصله للاستراحه وبيشكره وبيشيله وبيدخله البيت. وبيقعد يتكلم مع جو اللي بيقوله ان سباقه انتهى وانه يرتاح. وبيتكلموا عن شجاعة توجو وان اللي عمله كان مدهش. وبيبص له ليونارد بحزن. وبيوصل الزلاج للنقطة اللي بعدها وبيديه الدواء. وبيفضل ليونارد قاعد جنب توجو اللي رجله بتكون مكسورة. وبتوصل الزلاجة للمدينة وبيجي الخبر للعمدة والدكتور اللي بيقوموا يجروا. واخيرا بيوصل الدواء للمدينة. وبياخد الصحفي اسم الزلاج والكلب بتاعه عشان يكتبهم في التقرير اللي هيعمله. وبيصور الكلب. وبنرجع ليونارد اللي بيكون حاضن توجو وحالة الأطفال بتتحسن على الدواء وبيكونوا بيلعبوا. والدكتور بيكون فرحان انهم بقوا بخير. وبيجهز ليونارد الكلاب وبيمشي. واخيرا بيوصل للبيت وبتسمعه مراته وبتروح له. لاول مره توجو بيكون على السرير. ليونارد بيبص له بحزن وبيكون عارف انه بيحتضر. وبتيجي مراته تحضنه وبتتكلم معاه وبيفضل جنبه للصبح. وبيصحى ليونارد وبيلاقي مراته بتهتم بتوجو وبتقول له ان الصحف مش جايبه سيرته اصلا وكانه ما خرجش من بيته. وبيقول لها ان جالهم ضيوف. وبيجي راجل وست وبيجي صاحب ليونارد وبيكون جايب فرول توجو عشان ينام عليه. ولما بيلاقوه بيعرج بيزعلوا عليه قوي. بالليل بيخبط الباب وبتكون سالي جايبه هديه لليونارد وبيكون كلب صغير مصنوع من خشب. وبيتكلم معاه ابو سالي وبيشكره انه انقذ بنته وانه كان فاقد الامل. وبتساله سالي هل توجو هيموت وبيتضايق ليونارد وبيقوم يمشي. وبتخرج مراته وراه وبتقول له يرجع يعتذر. وبتتكلم معاه ان البنت ما كانش قصدها. انا عارف هي معاها حق. لا هو بس في فتره نقاهه ومحتاج يرتاح. وبيسيبها ويمشي. وبيقول لها ان كل حاجه حذرته منها حصلت وانه سبب موته. وبيمشي. وبتعيط مراته. وبترجع البيت وبيطلع الصبح وبيلبس ليوناردو بيجهز شنطه. وبيكون توجو بيلف وراه بيتجاهله. بتقول له مراته يخلي باله من نفسه. وبيسلم على توجو وبيقول له انه رايح الشغل وان دي اول مره يروح من غيره. وبيعتذر له وبيمشي. وبيحزن توجو وبيحاول يخرج. وبيأمر ليونارد الكلاب انها تتحرك وبيمشوا. وبينادي توجو عليه وبيفتح الباب وبيجري وراه. وبتخرج مرات ليوناردو وراه وبنشوفه بيدوس على رجله رغم الألم. وبيوصل عند ليونارد اللي بيفتكره وهو صغير. بيقول له انه كان غلطان لما افتكر ان توجو عايش بس عشان المزلجة لكنه كان عايش عشان ليونارد. وبنشوفهم هما بيقضوا وقت جميل قوي مع بعض هو ومراته وتوجو. وان توجو عاش سنتين يخلي باله من ولاده الصغيرين. وان ناس كتير من جميع انحاء العالم كانوا عاوزين ياخدوا جرو من ولاد توجو وانهم عملوا هجين منه مع كلاب تانية. وبيموت توجو في اول يوم من ديسمبر. وبيكمل ليوناردو ومراته حياتهم وشغلهم في تدريب الكلاب. وبيشوف توجو في كل مكان يروح. وبيخلص فيلمنا هنا. قول لنا رايك في الكومنتات. ولو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والفولو عشان يوصلك كل الفيديوهات.